طيب في الفيديو ده نتكلم على الفرق ما بين organic traffic و paid traffic. الorganic traffic on paid sources مصادر غير مدفوعة الأجر، يعني مش هيدفع في مقابلها فلوس زي الإعلانات المدفوعة في paid traffic. بس خلينا نقول إنه في بعض المصروفات ممكن يتحملها شخص، يعني لو جاب content creator حد يكتب له المحتوى بتاع الموقع الإلكتروني هيدفع له فلوس. لو جاب حد ينشئ له الويب سايت نفسه هيدفع له فلوس. ففي بعض المصروفات الأخرى. لكن organic traffic بيعتمد على one of approaches مثلا زي ال SEO اللي هي search engine optimization أو تحسين محركات البحث. بيبقى صاحب البيزنس عايز الويب سايت بتاعه ان هو يبقى highly ranked on search engine results page، على صفحة نتائج محركات البحث يكون ليه رانك عالي، عشان الناس لما تيجي تعمل براوزنج او سيرشنج اونلاين على منتج او خدمه تبتدي تبحث اونلاين وتكتب كلمات بتعبر عن المنتج او الخدمه او قريبه من الحاجه اللي هو بيقدمها فيظهر لهم الموقع الالكتروني بتاعه، يبقى ليه نتائج متقدمه ويظهر على طول يعني في وسط المواقع اللي بتظهر. فبالتالي عدد اكبر من الناس هتدخل عليه وعدد اكبر من الناس هيشتروا وهيبقى مشهور اكتر. ده الاورجانيك ترافيك. خلينا هنقارن تاني وهنرجع له، بس ندخل بقى على الباي ترافيك. الباي ترافيك زي البايد ادز، اعلانات مدفوعه. بيجي شخص الادفرتايزر عايز يحط الاعلان بتاعه على ويب سايت معين، هيبقى هوست او مستضيف للاعلان بتاعه، فبيجي الببلشر يحط له الاد لينك، وكل ما يجي شخص يضغط على اللينك ده بيدفع هو في مقابل كل ضغطه. عشان كده اسمها pay per click approach او cost per click approach. بيدفع تكلفه في مقابل كل ضغطه. وساعات الويب سايت بيبقى متقسم لارياز مختلفة، كل اريا ليها سعر معين حسب مدى رؤية الناس ليها مثلا يعني، فهو بيختار الاريا وبيدفع سعرها. طيب الفرق ما بينهم هما الاتنين ايه بقى، او مميزات وعيوب وكده. اول حاجة لما حبوا يعملوا differentiation او تفريق ما بينهم قالك الاورجانيك ترافيك زي الرين، زي المطر، لكن الباي ترافيك زي الووتر هاوس، زي خرطوم المية. في المطر انت ممكن تلاقي الجو قالب فتتوقع تعمل prediction كده، تنبؤ ان شكل الدنيا هتمطر، بس مش اكيد، you're not sure يعني ممكن تمطر ممكن ما تمطرش. ده رقم واحد. الحاجة تانية ما تعرفش المطر هيبدأ امتى ولا هينتهي امتى ولا هيبقى direction اتجاهه فين ولا كميته قد ايه. ما تقدر you don't have any control over anything، ما عندكش اي قدرة انك تتحكم في حاجة خالص. هو ده الاورجانيك ترافيك. لكن الباي ترافيك زي الووتر هوس، انت اللي بتفتح خرطوم الميه وتبقى عارف الاتجاه بتاع الميه فين، كميته قد ايه، هتفتحه امتى، هتقفله امتى. فده الباي ترافيك. ففي الباي ترافيك بمجرد ما انت بتدفع فلوس يبتدي يبقى فيه ماني فلو او كاش فلو، فخلاص بيبدا الاعلان بتاعك يظهر، وهتقدر تعمل اناليسيس بسرعه للنتائج للترافيك نفسه عشان توصل لنتائج معينه تفيدك في قراراتك التسويقيه نفسها. والحاجه التانية حتى segments based on demographics, psychographics, geographic areas، حسب مكان وجود الناس، حسب السايكوجرافيكس، عوامل نفسية أو سلوكهم الشرائي أو سلوكهم نفسه. تقدر تعرف مثلا السيجمنتس دي هي المتوافقة مع الحاجة اللي انت بتقدمها ولا لأ، حسب المرحلة العمرية وهكذا. فمثلا زي حد بيقدم منتج مثلا gluten free، فانت عايز الناس اللي عندهم الرجي من او حساسيه من الجلوتين والويت، هم دول اللي انت مستهدفهم. بتقدم سويتس فانت عايز children وتينز اكتر، اطفال ومراهقين اكتر شويه من الاكبر عمرا. حاجات منتجات غذائيه معينه انت عايزها لناس مثلا عندهم بعض المشاكل الصحيه المعينه. حاجات منتجات رياضيه عايزهم للاثليتس اكتر. فتقدر تتحكم شويه انه الاعلان ده رايح مين للمين اكتر. لكن الاورجانيك ترافيك لا، انت ما عندكش قدره تتحكم، انت يعني الموضوع باي اكسيدنت شويه، هيجي بالصدفه شويه وانت ما تقدرش تتحكم قوي، غير ان انت تبذل قصارى جهدك انك تخلي الويب سايت بتاعك بمحتواه بالكي ووردز انت اخترتها ان هو يكون يعني جاذب للناس. لكن اي تغييرات بسيطه ممكن تاثر في ظهور الويب سايت بتاعك. يعني مثلا انت غيرت اليو ار ال اللي هو الادرس نفسه، فمبقاش يظهر قوي. حصل ان one of competitors، واحد من المنافسين مثلا، بدأ to launch a new product، بدأ يطرح منتج جديد في السوق،
فالناس بقت مركزة معاه هو ونسيتك انت. حصل تغيير في الالجوريثمز في براوزر نفسه، في محرك البحث، فبالتالي ما بقتش تظهر زي الاول. فده الفرق. التاني طول ما انت مستمر في الفلوس، طول ما الاعلان بيظهر، وقفت هيقف. التاني اوكي ممكن يستمر، بس في عوامل كتير بتتدخل في الموضوع. خلينا نقول كمان الباي ترافيك في نوعين مهمين جدا، حاجة اسمها فلات ريت وحاجة اسمها بيت بيز موديل. الفلات ريت ان انت بتدفع فيكس فيه او مبلغ ثابت للببلشر عشان يستضيف الاعلان بتاعك، بس زي ما قلنا بيبقى ممكن الويب سايت متقسم لارياز مختلفة، اماكن مختلفة، كل اريا ليها سعر محدد. بس ممكن تدخل في نيجوشيشن، بس النيجوشيشن او التفاوض بينجح اكتر في عاملين لما يكون عندك لونج تيرم او هاي فاليو كونتراكت، يعني العقد بتاعك مدى طويل او قيمته عالية، تقدر تتفاوض في السعر شوية. البيت بيز موديل ده مختلف شوية، ان انت كل واحد بيدخل كل واحد من الادفرتايزرز او المعلن اللي عايز يعلن عن المنتج بتاعه او الخدمة بيدخل بالماكسيمم اماونت اوف ماني، يعني الكمية اللي يقدر يدفعها، اقصى كمية يقدر يدفعها. وبعد كده بيجي الببلشر يبتدي الاوكشن، بس بيبقى حسب الاريا، يعني مثلا كله بيبقى عايز الاريا دي مثلا، فمجرد ما يجي اي فيستر او يوزر يبتدي يعمل تريجرنج للاريا او يدخل على الاريا دي يبتدي يعمل لها تريجرنج، فيبتدي الاوكشن يبدا بقى يشتغل، وبيتحدد الوينر او الفائز في الاخر بالمكان ده عشان يعلن فيه بناء على المبلغ اللي هيدفعه، المبلغ اللي هو حدده انه يدفعه للاريا دي. والحاجه التانية المحتوى بتاعه، مدى اهتمام الناس بيه ومدى جاذبيته للناس من عدمه. فدول two approaches او يعني two models بتستخدم كمان في الباي ترافيك. وكده briefly اتكلمنا عليهم، معلش الحلقة طولت شوية، بس اتمنى تكون مفيدة، وان شاء الله بقى فيديوهات كمان نتكلم عن مواضيع تانية بإذن الله.